قوي. حفله راس السنه مع رايح شفنا صوره دلوقتي هنشوفها تاني مع راغب علامه. كريسماس، احكي لنا على كريسماس، احكي لنا على الحفله دي كانت حفله اولا كانت يا بختك طبعا انك بتغني مع راغب علامه. عايزين نعرف بقى الاجواء الحفله كانت عامله ازاي. يعني كانت من الحفلات المميزه اللي انا عملتها، يعني اللي انا كانت فين؟ احيتها. كانت هنا في القاهرة. يس. عشان الدعاية قالوا لي ما تذكريش اسم الأوتيل. المهم في أحد أشهر الفنادق الأوتيلات 7 ستارز في كايرو. فكنت قدمت أنا الفقرة بتاعتي وخلصت، وكان في طبعا أكيد معانا الفاشن ديزاينر طلعت شاركس، قدم مجموعة من أجمل تصاميم أزيائه. فأنا بتصور مع الناس وبتهيأ ان انا امشي. ف يعني اكيد قدموا سوبر ستار راغب علامه وبدا يغني غنوه، فانا موجوده شويه بين الناس وفي كل الستارز كانوا موجودين وكده. فاتفاجئت ان هو قال لهم بنرحب بالفنانه كلوديا. وين كلوديا؟ خليها تطلع هلا على المسرح. غنيتوا معاه دوات يعني؟ غنيتوا ايه؟ غنينا كذا حاجه، وغنينا بتغيب بتروح، هي كانت اعلى فود يعني. وكان الموضوع جامد قوي. هو بيرسونال شخصيا على المستوى الشخصي لقيتي فنان متميز؟ هل كان عليكي يعني معرفه سابقه بيه ولا لا؟ ما عنديش معرفه سابقه بيه خالص. انا اللي عرفته هو بينده لي على المايك. ايه بقى لقيتي ايه؟ انا مش هقول لك يعني ايه الموضوع. عارف اما يعني حسيت الموضوع ده. عارف اما بيقولوا كلوديا مس ارب دلوقتي يعني خلاص، فانا حسيت كده نفس الشعور، رهبه. فحتى لا مفاجاه مفاجاه. فيعني مفاجاه يعني. فعدد ونجم كبير برضه ليه اكيد سوبر ستار. شوفي قد ايه انت بتحسي انه هو سوبر ستار. انه واقف على الستيج ويلا وتعالوا نغنوا مع بعض، نغنوا دي اسكندرانيه. ايوه. لا على فكره دول مش 3 سنين اللي انت عاشوهم هنا، ده 30 سنه على فكره. 3 سنين دي وصلت لايوب مش معقول. طب كلوديا عايزين بقى نسمع حاجه من الالبوم الجديد. مصري بقى. مصري اوكي. نسمع بندم قوي على حاجه في الدراما اهو. ايوه ماشي. لا بس يعني ماشي. بندم قوي لما افتكرك، معقول انا عشت اتحمل، ده انا كنت مجنونة بحبك وانت بايديك خلتني عقل، دلوقتي مستكتر اسيبك وارتاح واعيش. طب قولي ايه شفته في حبك ما جرحنيش، وحياتي لو مت في بعدي ما تكلمنيش، اخاف لو اسمع لك تاني ارجع احبك من الاول. دي كلمات هاني عبد الكريم ولحن مين؟ لحن مظفر الأمير، توزيع الرائع أكيد خالد نبيل. برضو على ذكر الانتشار بتاع المطربين اللي لسه كنت بقولك عليه، معظم الناس بتستسهل اللي هي تدخل دخلة إغراء، وانت أساسا ملكة جمال العرب وحلوة. حلوة بصراحة، حلوة. ليه ما فكرتيش تدخلي الدخلة دي توفري وقت ومجهود برضو زي ما الناس بتعمل كده؟ يعني انا اقول لك على حاجه، انا مش اول حاجه مش هضع نفسي عشان انا كنت مذيعه زمان، فمش هتقدري تغلبي. مش هحط نفسي واقول لك انا ليه ما ادخلش وليه ما عملتش. كل واحد زي ما بتقولي ليه الشكل، مش انا اللي احدده. الشكل انت بتفرضيه. قد ما حددتي شكل بتختاري برضه، يعني انت بتختاري يا اما تعملي شكل فيه اثاره، يا اما تعملي شكل قريب للعيله اكتر العربيه، في شكل فيه تحفظ، في شكل بيعتمد على الناس بتعتمد على صوتها. يعني انت بتختاري. اصل يعني انا ما قربتش شويه للحته دي، واساسا انا ما قربتلهاش والناس بتقول انه انت عملتيها. فحسب المسميات انا اخترت سكه وهي يعني اساسا مرسومه كده. انا ما اخترتهاش هي بالذات. انا بختار نوع الاغاني والكليب، اذا انا اقتنعت بالفكره بتاعته هعملها. بس ما تتدخليش في الشكل اللي انت بتظهري بيه، يعني مثلا شكل البوسترز، شكل الكليب هتبقي لابسه ايه، عامله ايه. لا، في حاجات ما بتدخلش وفي حاجات بتدخل. باختيارك انت بتختاري تدخلي ايه ما تدخليش ايه، ولا على حسب؟ يعني في ناس بتقول لي كلوديا لازم تسلمي لنا نفسك شويه وما تتكلميش خالص. بتثقي في ناس معينه؟ في ناس زي مين؟
يعني هقول لك على حاجة اللي حصل مثلا كذا حد. خلينا نتكلم شوية، يكون الموضوع فري أكتر. في ناس أنا بحب إن أنا زي ما يعني في شغلي بحب الناس تديني شوية مساحة علشان أنا أبدع، فأنا بحب أدي للناس مساحة عشان هي تبدع. فناس تخذلني وناس بتعمل الحاجة بالظبط زي ما انت متخيله. بس ثقتك دي كانت في محلها زي ما بيقولوا يعني. ففي ناس لا، ما كانتش كلها، مش كله يعني. وهل مهم والثقة هي على أنا أدي مساحة. مستوى ايه يعني؟ على مستوى الستايل ولا الإخراج ولا يعني لا في مش إيه؟ عايزة أتكلم بشكل عام في بعض الأعمال أو ممكن جزئيات في عمل، جزئية في عمل معين. فاللي حصل مثلا أنا اشتغلت مع كذا فوتوغرافر موجودين في الوطن العربي، والحمد لله كلهم قدموني بالشكل اللي أنا عايزاه وأكتر. بس جينا احنا بنعمل شكل البوسترز، اكيد وصل لكم خبر ان انا عملت تقريبا مع 5 فوتوغرافر موجودين في مصر وفي الوطن العربي. بين ما نقينا الشكل اخر حاجه، فانا خلاص الشركه نقت الشركه اختارت الشكل تظهري بيه بتاع الارت وورك والبوسترز اللي هينزلوا في الشوارع. كلمت كده، حصل تليفون بيني وبين المبدع اكيد السوبر ستار فوتوغرافر مصر طبعا، شريف قمر. قال لي كلوديا انا عايزه اقدمك في حاجه، بس انا عايزك تسكتي خالص وما تتكلميش وتجيبي حاجه كده يعني وصفها لي وتجي لي. قلت له هنلحق؟ قال لي هلحق لهولك. رحت ما اتكلمتش خالص. هو في الميك اب في الشعر، وصورنا 2 اوتفيت. قال لي هو ده اللي هينزل بوستر، وهو ده اللي هيحصل. فين احنا معانا؟ لو يا ريت لو نشوفه، لو معانا الشكل اللي ظهر فيه البوستر. يعني انت صورتي 5 لوكس مع 5 هو ده اللوك اللي احنا ده اللي نزل البوسترز. لا الثانيه كمان صوره ثانيه، ده واحده من الموجودين. فهو قال لي انا عايزه اقدمك انتي اللي انت بتطلعي فيه من غير ميك اب. انا بشكل عام ما بطلع من غير ميك اب في شكلي في حياتي يعني. مش من الناس اللي بحب الميك اب والكلام ده. مش هو شكل مش الميني البوستر ده على فكره. في بوستر تاني كان موجود معانا، مش الصوره المين، هو في كذا صوره، هو واحده منهم من الصور دول. وعايزه اقول لك كمان ان يمكن دايما معروف ان دايما بوستر الالبوم لازم اتعودنا كده على شكل معين، حتى في الفنانات العالميات لازم يكون فيه ابهار بشكل او باخر يعني. فلو يعني هو ده الشكل اللي حبيتي تطلعي بيه، ده مختلف تماما عن المتوقع زي ما بيقولوا، بسيط وسيمبل جدا. اصلا انا شكلي بحياتي العاديه بحط باند، بظهر من غير ميك اب، بعمل ضفيره، بعمل حاجات يعني فهو عايز يقدمني بكاركتر بتاعتك، بانا انت بشخصيتك من غير ميك اب، من غير اي حاجه، بالالوان اللي انا بلبسها، بكل الكلام. ال5 فوتوغرافرز اللي اتصورتي معاهم هينزلوا يعني كفرز اي حاجه انت عايزه تولعي لي؟ لا حرام عليك، ماشي حالك يا شيخه. طيب عايز اعرف انت عموما دلوقتي يعني دايما بسمع او احنا معروف في الوسط الفني عموما ان دلوقتي بقى في مشكله في ازمه الكاسيت وازمه التسويق، وان معايير تسويق النجم دلوقتي او حتى مصدر رزقه ما بقتش، وسوق الكاسيت فعلا مختلفه تماما، ما بقتش منتعشه يعني. السبونسرنج بقى فيه 60,000 حاجه ثانيه يعني. انت بتشوفي نفسك ازاي في المنافسه الشرسه دي، وشايفه فعلا ان ده كارير؟ انا مش شايفه منافسه خالص، دي فعلاً؟ اول حاجه. ازاي بقى مش شايفه منافسه؟ ازاي يعني؟ هقول لك حاجه، علشان النجوم خلاص السوبر ستارز بقوا سوبر ستارز. بس جديد قولي لي مين فيه؟ لا كتير. ناس ثبتت خطى دلوقتي ما فيش، لسه في مرحله المنافسه والكل عايز يثبت نفسه. تمام. صح ولا غلط؟ الاستمراريه هي المعيار. فالاستمراريه زي ما بتقول، فاحنا كل واحد بيحاول دلوقتي يثبت نفسه، وهو فنه اللي بيقدمه والخطى الصحيحه والسليمه والناس اللي حواليه. هو لازم الفنان دلوقتي يعتمد على ذكائه الشخصي. صحيح. الشخص مش الشركه اللي معاه كمان. لا يعني الشركه علشان ممكن فجاه تعلن افلاسها هيجيب او مثلا مدير اعمال، مفيش حاجه مضمونه. شركه مدير اعمال الاسطوره اللي ينجح فنانه مثلا كمان ما بقاش زي زمان. واقول لك السوبر ستارز بقوا سوبر ستارز خلاص. ما هو يقول لك ما انا عملت دي، انا يقول لك انا عملت دي، ما انا ممكن اعمل لك زي ما عملت دي مثلا يعني. ده اللي بيشتغلوا عليه. اقول لك على حاجه، ان زي ما يعني ذكرنا قبل شويه، هم بيشتغلوا على المضمون. هو ليه جاذب في حد جديد؟ مهما كانت موهبته ومهما كان هو
يعني فهو خلاص ضمن واشتغل على الفنانة دي او على الفنان ده وضمن جمهوره وجاب له سبونسرز وعمل له عمل له حملة إعلامية وعمل كل حاجة. فاذا هو بيزرع عشان يحصد، فهو مش هيجي في موسم الحصاد يسيب الشخص ده اللي كبره. انت شايفه اللي هو صناعه النجم او الذكاء الشخصي اللي عند الفنان ده بيتمثل ده بيساعده كل العوامل بتساعد، كل العوامل بتساعد. يعني اذا جاء مثلا مدير اعمال اتوجد مدير اعمال اكيد ده موضوع مهم جدا، بس اذا اتوجد حد مدير اعمال اول حاجه عنده حدس فني فظيع، تاني حاجة يكون هو أساسا شخص يعني مؤمن بالموهبة اللي هيتعامل معاها، تاني حاجة عنده سوق ماركتينج قوي واسم نظيف. لا بس انت يعني انت فده كل حاجات بتساعد. مسؤوليتي ان انا اول حاجة ان انا اساعده في تطوير نفسي، اساعده يعني اكيد انا بيكون فيا حاجة عشان يختارني. بس دلوقتي مدراء الاعمال ما بقتش كمان كتير، بقت زي الشركات نادره الوجود اللي بتنتج. فهمتيني ازاي؟ وفي شركات بتنتج لغايه يعني في شركات بدات تفتح، انا سمعت في حاجات كويسه الفتره الحاليه، بس هي ممكن فتره ركود مش بس على الوسط الفني، عموما كل طبعاً. حاجه صحيح. عموما في الحياه. خلينا نقول هي فتره تطور عشان واحد يقعد يفكر ويظبط ويشوف الدنيا عامله ازاي، فالموضوع مش غلط. مش غلط. طبيعي. ناويه تمثلي يا كلوديا ولا مأجله الموضوع؟ بس في دماغك. بس انا حاسه ان انت ناويه تمثلي. انا ناويه امثل؟ لا 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 بالعكس، اتقدم لي عروض كتير الحمد لله، بس مأجله الفكره دي شويه. لا ممكن اعرف ليه ولا ده؟ عايزه اتفرغ يعني حاجه يعني تركزي. اركز في مرحله الغنى دي اهم حاجه يعني. انا بحبها اكتر. الحفلات بقى اللي جايه، الكونسرتس، انت بتحرصي؟ عندي جوله خليجيه. ايوه. ان شاء الله ان شاء الله في الفالنتاين هكون في اربيل في بلدي العراق في شمال العراق. هايل. دي اقرب حاجه هقولها لك. بعديها مش هيكلم. في اربيل في العراق ان شاء الله. في تاريخ معين في الكونسرت؟ في الفالنتاين. يوم الفالنتاين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. دي اول مره تعملي كونسرت في العراق؟ يس دي اول مره. اول مره. طب دي افتكر ده يعني احنا عندنا على فكره مشاهدين كتير جدا من العراق، فيعني اكيد هم هيسعدوا بده جدا يعني. أكيد فاحنا طبعا. اكيد مستنيين الكونسرت دي، وان شاء الله ترجعي لنا تاني في نهارك سعيد إن شاء الله. بالالبوم اللي بعده وكمان أكيد. بالصور من الكونسرت دي اكيد يعني. تسلم يا رب، وانا مبسوطه ان النهارده معاكم. احنا كمان. في اسئله تانية ولا نختم؟ لا لا ولا لا انتهت انت لو عايزين نعملها باغنيه برضه سريعه كده يبقى لطيف. تمام. انتهى لطيف التحقيق يعني. بس عايز قبل بس ما كده نشكرك كلاوديا حنا، انت كنت منورانا النهارده تسلم. وفعلا فنانه متميزه جدا، وان شاء الله تكوني معانا زي ما قلنا تاني من خلال نهارك سعيد، والالبوم ان شاء الله يكون موجود قريب جدا وتكوني معانا تاني ان شاء الله. ربنا يوفقك حبيبتي ميرسي. انا اللي بشكركم. هسمعكم عراقي بقى. يلا بقى. جمهور عراقي لازم نغني شويه عراقي بقى. يلا بينا. أريد الدنيا تعرف كلها حبك، لأنا أتناسى كل شي واني قربك، وإذا قلبي عرف بيك أني حلمان، إذا قلبي عرف بيك أني حلمان، يخليني ويروح يبوس قلبك. أريد الدنيا تعرف كلها حبك، لأنا أتناسى كل شي واني قربك، وإذا قلبي عرف بيك أني حلمان، يخليني ويروح يبوس قلبك. ميرسي. ربنا يوفقك.